يلا بينا نشتغل مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه بقى موضوع الريسك اسسمنت ده؟ اللي هو تقييم المخاطر مع بعضنا هنا. ده يعتبر من اهم الموضوعات ومن اهم المسؤوليات اللي لازم يكون مسؤول السلامة والصحة المهنية يكون عارفها، لان مشاركته فيها مشاركة فعالة. سؤال بقى، هل مسؤول السيفتي هو بيعمل ريسك اسسمنت؟ طبعا لا، بس دول هنعرفه كمان شوية. الريسك اسسمنت ده مهم جدا. كان في مثال ينفع في نظام تصريح الأعمال، لو شرحت أنا في نظام تصريح الأعمال work permit، هو نظام تصريح العمل. كنت بقول لهم يتخيل كده مثال أو تمثيل، يعني إن المخاطر اللي موجودة عندك في الموقع، إنها المطبات اللي موجودة في الشارع، مطبات وحفر موجودة على الطريق. لو انت ماشي بعربية ولبست في حفرة او في مطب، في مطب بسرعة عالية، ايه اللي هيحصل؟ والشارع كان ضلمة وانت اصلا ما شفتش في مكان المطبات، ولبست المطب وانت تايه. ايه اللي هيحصل بقى؟ هيحصل كسر في جزء من العربية زي عفشة مثلا، اللي هيتم انها هيحصل حادثة. اذا كأنك انت لبست في حفرة كبيرة، ساعتها العربية يا اما هتتقلب، يا اما هتقلب، يا اما لو حفرة كبيرة اوي هتقع جوا الحفرة. لكن يا جماعة، لما المخاطر تتعرض لتلاتة تقييم، تعرف، تقييم، تحكم. فانا لو مش شايف المخاطر اللي موجودة عندي في الموقع او على الشغلانة اللي انا طالع عليها، لو انا مش شايف المخاطر، ايه اللي هيحصل؟ هيتعرض العامل للمخاطر دي ويحصل حادث او يحصل اصابة ممكن تصل الى وفاة او وفيات. تعالى بقى نرجع للمطبات. ماذا لو الراجل سواق شغل كشافات العربية اللي قدام وشايف الطريق بوضوح؟ الراجل سواق شغل كشافات العربية اللي قدام وشايف الطريق بوضوح، وشايف المطبات فين، وشايف الحفر او الحفر ده فين، وشايف الحفر فين. هل هيحصل حادثة؟ انا كده قللت الاحتمالية بحيث ان ممكن تحصل، بس الاحتمالية اقل. هنا بقى الريسك اسسمنت ده يعتبر الكشاف اللي من خلاله ببدأ اتعرف على اماكن المخاطر فين، اماكن الهازارد اللي موجودة او موجودين في الموقع فين، قبل بداية الشغل مش بعد ما البس. يعني قبل ما ابدأ الشغل ببدأ اتعرف على المخاطر. عشان كده هنا اسمه hazard and identification and risk assessment. لو انا عرفت الاماكن المخاطر فين مش هقدر اتفاداها، واحط وسائل التحكم او السيطرة عليها. ولا ايه رأيكم في الكلام ده؟ اقدر طبعا. امال انا مش شايف المخاطر دي مش هقدر اسيطر عليها، وساعتها اتعرض لها، وكمان هيحصل حادث او اصابة. في كده وظيفة مين؟ ريسك اسسمنت. هو الكشاف اللي قبل ما ابدأ الشغل بينور لي، اعمل بقى ريسك اسسمنت مع كل شغلانة. وايه المخاطر اللي ممكن الناس تتعرض لها وانا بلحم، وانا بقطع شغل بصاروخ، شغال صيانة على بامب، اخش جوه تانك، كونفاين سبيس، اعمل كده التعرف على المخاطر او الريسك اسسمنت. اعمل لي كده التعرف على المخاطر او الريسك اسسمنت. هنا بقى احنا ليه بنعمل ريسك اسسمنت، ومين اللي بيعمله ريسك اسسمنت، وايه هي انواع تقييم المخاطر، وازاي اعمل تقييم المخاطر، وازاي احط وسائل تحكم، وكمان ازاي احط وسائل سيطرة.
في حاجة اسمها التحكم في المخاطر اكيد. بس كده احنا خلصنا الفيديو بتاعنا.